اهلا وسهلا الكبيدات، عواشر مباركه ان شاء الله بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتو ان شاء الله. انا اخر وحده غادي نشارك معكم حليوات ديال العيد، صباح العيد ان شاء الله محبوب الجماهير الفقاس بطريقتي الناجحه. بحال ديما غادي ناخذ غير نصف الكميه، تقدروا ديروا 6، انا غندير 4 د البيضات. اللوز اللي كتغسلوه مزيان وتخليوه يتسقطر بشويه ديال الزهر، رقدتو من بعد ما غسلتو رقدتو بشويه ديال الزهر وخليتو كيتصفى. كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه ضروري، خماره، فاني ديال الزهر ولا الزهر عادي. انا غادي نزيد عليه كاضافه الزبيب كحل مقطع رقيق، غير واحد الحفينه صغيره، جنجلان والنافع وحبه حلاوه اللي سخنتهم باش يعطوني واحد القرماشه. وعلى بركه الله غادي نديرو السكر، الزيت، البيض، نخدموهم مزيان مع قبيصه الملحه وفاني الزهر ونرجع لكم. بدايه هذا هو الفقاس ديالي، خاصها تكون العجينه بهذا القوام، دقيق حسب الخليط. الكبيده صافي خماره وحده غادي نديرو دي بودان في اللاطه، ندهنهم بصفار البيض ونسكافيه ونرجع لكم. الكبيدات هنا من بعد ما صوبت لي بودان ديالي دهنتهم بصفار بيضاء، شويه ديال النسكافيه ونقيطه ديال الخل على حسب السفوره. ما كنبغيش السفوره في الفقاس، غادي ندخلوه يتحمر، نغطيو عليه بواحد الشيفونه فازكه. منين يخرج تقبوه بواحد الكوردون باش ما يتشقش ما يتفرقعش معكم ما يطرطقش في الفران. غطيوه بفوطه فازكه وغادي نبيتو ليله كامله عاد نرجع نقطعو معاكم. الكبيدات هذا هو الفقاس ديالي من بعد ما خرج، صافي غادي نغطي عليه بواحد الشيفونه فازكه وميطه ونخليوه حتى الغد. من الاحسن يبات، ها هو كيف ما شفتوا ما طرطق ما والو، يجي ناجح ان شاء الله. غادي نقطعو معكم وتشوفوا الشكل النهائي ديالو. من بعد ما خليت الفقاس ديالي ليله كامله في امان الله وحفظه، كيف ما قلت لكم تغطيو بواحد الفيطه فازكه وتخليوه ليله كامله. ها هو قطعته معايا ما فيه حتى شي زوائد ولا كسور ولا، تبارك الله ما شاء الله كيجي رائع، والريحه يا سلام. هانتوما ما فيه حتى شي كسور. هاني قطعته معكم وقدامكم الكبيدات، شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل ما شاء الله. غادي ندخلو حتى يتحمر ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالو. يوم عرفه مبروك عليكم بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله، صياما مقبولا ان شاء الله باذن الله. عواشركم مباركه بالصحه والسلامه. الكبيدات ديالي دابا غادي نرجع لكم الشكل الثاني اللي غادي يكون واحد الصابلي اللي بلا زبده، اللي فيه 3 الحبات ديال البيض، قشور حامضه كامله، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، واحد فاني، قبيصه ديال الملحه وخماره والدقيق حسب الخليط. غادي نخلط السكر مع 3 ديال البيضات، بسم الله توكلنا على الله، مع كاس ديال الزيت قياس بكاس العنبه، قشور حامضه كيف ما شفتوا كامله، قبيصه الملحه ووحده فاني ها هي درتها. نخدم مزيان البيض مع السكر والزيت والحامض حتى يشرب مزيان، نزيد الدقيق بالتدريج والخماره حتى التالي. وهانتوما معايا الكبيدات، هذا هو الخليط ديال العجين ديالي. دابا غادي ناخذ واحد البلاستيكه نسرحو فيها بما انه صابلي، وغادي نسرحو ونوريكم القطعات. تقدروا تستعملوا غير الغلاقه ديال الغطاء ديال شي حاجه ولا الكاس يكون عندكم صغير. انا غندير هاد القطعه، نتوما القطعه تبقى اختياريه اللي حبيتو. انا غادي ندوز نسرحو ونرجع معكم. بعد ما سرحنا الصابلي بجوج ميكات هكا، خاصو يكون بهذا السمك حيت دايرين فيه خماره. صافي غنبداو نقطعوه ونديرو في اللاطه ونرجع لكم. الكبيدات من بعد ما سرحت الصابلي ديالي دهنتو بياض البيض، كتزينوه باللي حبيتو، الكاوكاو لوسيفيلي. انا درت لوسيفيلي، ندخلو حتى يتحمر ونرجع لكم. والكبيدات ديالي هادو هما الشكيلات ديالي ديال الطبيله ديالي ديال العيد، بساط وساهلين وفي متناول الجميع، ودوزوهم مع الشقه ديالكم. صابلي كيجي رائع، هشيش ما شاء الله، مقرمش في نفس الوقت. شوفوا كيفاش كيجي وريحه الحامض فيه رائعه. الفقاس ديالي كيف ما كتشوفوا دائما كيجي ناجح 100%. هانتوما الكبيدات مقرمل رائع ما شاء الله. داك اللوز كيجي لداخل مع الزبيب مع ريحه النوافع، كيجي ناجح 100%. عواشركم مباركه. هاد الشكيلات بساط حيت هاد العيد ماشي ديال عيد الحلوى، غير باش نزينوا الطبيله ديالنا ديال الفطور. عواشركم مباركه بالصحه والسلامه. كنتمنى هاد الشكيلات ينالوا اعجابكم. عيدكم مبارك سعيد.